بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. أخذنا في المحاضرة السابقة كيف أن بعض الدكتاتوريات، بعض الحكومات تصنع حدث معين من أجل أنه تشغل الشعب عن حدث أكثر ضررا له من هذا الحدث، أو تشغل الشعب وتستغل الظروف لكي تديم أو تطيل فترة حكمها إلى أطول فترة ممكنة. ولو أخذنا دولة قوية الآن مثل الإسلام في بداية نشوئه وانتشاره، الإسلام الذي أطاح بكبرى الإمبراطوريات كسر جبروتهم، وعندما عجزت تلك الإمبراطوريات عن مقارعة الإسلام بقوة السلاح، بالقوة العسكرية، ماذا لجأوا؟ لا شك أنهم سيلجؤون إلى طريقة أخرى يأخذون بها ثأرهم من الإسلام والمسلمين. فالذي حدث في تلك العصور، في العصور الأولى للإسلام، هو أن كثيرا من اليهود، كثيرا من المجوس، كثيرا من الروم قد أظهروا الإسلام ظاهرا، وعملوا بجد واجتهاد حتى كسبوا ثقة المسلمين، وحتى بلغ بهم الأمر إلى أن صار المسلمون يرجعون إليهم بمعرفة الأحاديث. ونذكر على سبيل المثال كعب الأحبار، أو عبد الله بن سلام، وهب بن منبه، إلى آخره من الأسماء الكبيرة والعريضة في ذلك الوقت، بحيث صارت مرجعا للمسلمين في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واستمر هذا الأمر إلى فترات طويلة جدا، إلى سنين كثيرة وعديدة جدا. هؤلاء يبثون الأحاديث المكذوبة على الإسلام والمسلمين، ونقلا أحاديث مكذوبة على النبي محمد صلى الله عليه وآله يبلغونها إلى المسلمين. ولعل أوضح مثال ممكن أن نذكره هو ابن أبي العوجاء. هذا الرجل عندما أوشك أن يقتل من قبل المسلمون، طبعا هو كان يظهر إسلامه، قال: لا يهمني إن مت، فقد وضعت فيكم أكثر من 4000 حديث مكذوب، أحل فيه حراما وأحرم فيه حلالا. هذا مثال واضح، هذا شخص واحد فقط وضع 4000 حديث مكذوب، واستمرت الناس تتناقل هذه الأحاديث على مر السنين، سنين طويلة جدا. والأحاديث المكذوبة حقيقة أنه تنتشر بين المسلمين سريان النار في الهشيم. أيضا من جانب آخر، فإن تلك الإمبراطوريات الخاسرة أمام الإسلام قد استطاعت أنه توظف كل طاقاتها، سواء من رجال وأموال، إلى دعم الثورات التي تقوم ضد الدولة الإسلامية، سواء كانت تلك الدولة متمثلة في الدولة الأموية أو غير الدولة الأموية. هم لا يهمهم أن تكون هذه الدولة دولة حق أو دولة باطل، لا يهمهم ذلك. المهم بأن هذه الدولة وهذه الحكومة تمثل الإسلام. لذلك لو نرجع إلى التاريخ وبقليل من الأنصاف، نجد كيف دعمت الإمبراطورية الفارسية المهزومة المنكسرة من المسلمين، كيف دعمت ثورة المختار الثقفي في الكوفة، بحيث أن المختار استطاع، ومن خلال ما يسمى بالموالي وهم من العجم الذين أظهروا الإسلام، استطاع بأنه يفعل فعلته في الإسلام. ومنذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم يرفع شعار يا لثارات الحسين من أجل تحصيل مكاسب دنيوية، وخير شاهد عليها ما لمسناه لمس اليقين منذ 2003 إلى هذا اليوم. الكل تحمل شعار يا لثارات الحسين، وهم أبعد ما يكونون عن الحسين. كذلك المختار الذي يذكره الشيخ المفيد، يقول أن المختار هو مؤسس أول فرقة ضالة في الإسلام، وهي الفرقة الكيسانية. المختار هو الذي حرف الإمامة عن الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه، وأعطاها إلى محمد بن الحنفية. هذا جانب. كذلك فإن الدول الأخرى والإمبراطوريات الأخرى، ولا سيما الإمبراطورية الفارسية، قد دعمت ثورات أولاد الحسن سلام الله تعالى عليه. أيضا لا شك بأنها دعمت ثورة زيد النار في زمن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. ومعروف للجميع ماذا كان قول الإمام الرضا إلى زيد النار: أيغرك قول سفهاء أهل الكوفة أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار؟ إنما ذلك خاص بالحسن والحسين.
هذا قول الإمام الرضا في توبيخه وتأنيبه لأخيه زيد النار. وهذا كان بدفع تلك الحكومات الخاسرة أمام القوة الإسلامية. وأيضا لابد أنه نشير أن الدولة العباسية ما قامت إلا بالاعتماد على الفرس، قامت بالاعتماد على الفرس، وحملت أيضا شعار يا لثارات الحسين للقضاء على الدولة الأموية. الدولة الأموية تلك الدولة الفاسقة الظالمة، ولكن هنالك مسائل عميقة جدا عقائدية وسياسية أدت إلى انهيار هذه الدولة وإلى اغتصاب حق المعصومين سلام الله تعالى عليهم، سواء من قبل الدولة الأموية أو من قبل من ينتحل التشيع على طول الخط. كما ذكرنا مسألة اغتصاب الخلافة من قبل المختار لمحمد بن الحنفية على حساب الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه، واغتصاب الإمامة من قبل أولاد الحسن الذين ادعوا المهدوية أيضا. وهذا حقيقة موضوع إن شاء الله نأخذه في قادم المحاضرات. بث الأحاديث المكذوبة لم يتوقف عند هذا الحد. ذكرنا أنه رجل واحد فقط اعترف بأنه استطاع أن يدس 4000 حديث مكذوب. هذه الدول سواء كانت الفارسية، الرومية، البيزنطية لاحقا، حقيقة لم تتوقف عند هذا الحد، عملت بكل مقدراتها على إضعاف الدولة الإسلامية من الداخل، لأنها عجزت عن مقارعتها بالسلاح، فعمدت إلى تخريبها من الداخل. ولعل أبلغ وأوضح صورة نستطيع أن نستكشف منها بأننا وعلى مدى أكثر من 1000 سنة حقيقة أضحوك للأمم، وما كذب المتنبي عندما قال يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. استطاعت تلك الأمم أن تزرع في الجسد الإسلامي ما يجعله جسدا واهنا ضعيفا خرفا على مدى العصور. لاحظ، لو نأخذ على سبيل المثال، ومن الأمور الواضحة جدا والمفارقات العجيبة جدا، أنه لو نأخذ الصحاح الستة التي يعتمد عليها أخواننا أهل السنة، الصحاح الستة كلها صحاح الستة، وخاصة صحيح البخاري الذي يعتبر القرآن الثاني بعد القرآن، القرآن الثاني أو الكتاب الثاني بعد القرآن. كل هذه الصحاح الستة لا يوجد أبدا ولو نسخة واحدة مخطوطة من هذه الصحاح، حتى نعرف مدى الوهن الذي فيه المسلمون. أضيف إلى ذلك فقط البخاري قد جمع 600,000 حديث. لاحظ كم؟ 600,000 حديث، لم يصحح منها إلا أقل من 2000 حديث غير مكررة، ومع المكررات يكون مجموع ما جمعه من الصحيح أقل أو أكثر بقليل من 7000 حديث. لاحظ الفرق، 600,000 حديث لم يخرج منها إلا 6000 أو 7000 حديث. إذن ماذا يكشف؟ كم مقدار الدس والتشويه والتحريف الذي تعرض له الموروث الإسلامي، إذا كان 600,000 حديث كلها مكذوبة كلها ضعيفة إلا 6000 أو 7000، وهذا طبعا مع المكرر، وإلا بدون المكرر لا يصل مقداره إلى 2000 حديث. من 600,000 حديث يصحح منه فقط 2000 حديث. هذا فقط البخاري. تعال إلى صحيح مسلم، تعال إلى النسائي، تعال إلى الترمذي، إلى ابن داود، إلى ابن ماجه. هناك فقط أبو داود جمع أكثر من 500,000 حديث. إذا كان البخاري 600,000 حديث، أبو داود 500,000 حديث، لم يصح له منها إلا 4000 حديث و800 فقط. إذن ما هو مقدار الدس والتحريف في الإسلام؟ طيب، هذه الأحاديث التي صححت ما هو سندها؟ أين الوثيقة المخطوطة؟ والغريب أن الأئمة الستة أصحاب الصحاح الستة ليس فيهم ولا شخص واحد فقط من العرب، كلهم أما من أوزباكستان أو من إيران، لا يوجد فيهم عربي واحد فقط، حتى نعرف حجم التوغل الخارجي في الجسد الإسلامي. أضف إلى ذلك
أنه هذه الفترة التي ظهر فيها الأئمة الستة أصحاب الصحاح الستة هي نفس الفترة التي ظهر فيها السفراء الأربعة حسب المذهب الشيعي. لاحظ، الجهات المقابلة لا تلعب على وتر واحد، تلعب على كل الأوتار، كما تفعل بريطانيا الآن، تدعم ما يسمون بالشيعة وتدعم ما يسمون بأهل السنة، تدعم الطرفين. لاحظ، الفضائيات التي تبث من بريطانيا وأماكن إقامتهم داخل بريطانيا، هؤلاء يشنعون على أم المؤمنين عائشة وعلى أبي بكر الصديق وعلى عمر بن الخطاب وعلى رموز الإسلام والمسلمين. من جانب آخر هنالك في قناة الصفا وغيرها وإقامتهم أيضا في لندن يبثون سمومهم ضد رموز الشيعة وأعلام الشيعة. بريطانيا جهة واحدة لكننا لا نتعظ. فنفس الجهة في ذلك الوقت التي عملت جاهدة على إيجاد ما يسمى بالأئمة الستة أو أصحاب الصحاح الستة، والذين لا وجود لأي نسخة خطية لهم وكلهم من غير العرب، عملوا على إيجاد ما يسمى بالسفراء الأربعة. السفراء الأربعة لا يوجد ولو دليل واحد على أن الإمام المهدي قد نصبهم، لا يوجد ولو رواية واحدة نقلوها عن الإمام، وهم المفروض أن يكونوا واسطة بينهم وبين الإمام وبين سائر الناس. لم ينقلوا ولو حديث واحد، بل أن جميع العلماء الآن أما أنهم توقفوا عن ذكر ما يؤيد أنهم حقيقة سفراء المهدي أو من عدمه، توقفوا خشية انقلاب الشارع عليهم، في حين أن هنالك العديد من المراجع قد أثبتوا بالدليل القاطع بأنه لا وجود إلى السفارة، وإنما هم ناس أصحاب سلطة أصحاب مناصب. بل أن التاريخ يثبت بأن السفراء وخاصة الحسين ابن روح لديه يد قوية جدا داخل البلاط العباسي. هذه حقائق، لكننا غبنا عن هذا، غبنا عن أن الإمبراطوريات الأخرى لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي والإسلام يتوسع. لقد أضعفوا الإسلام، ضربوا الإسلام من الداخل، من الشيعة والسنة، وضعوا في السنة ما يسمى بالصحاح الذين يعتبروه الآن قرآن آخر، وقد وثقوا إلى الشيعة مسألة السفراء الأربعة والإمام المهدي بريء من هذه المسألة. عندما ننكر السفراء لا ننكر مسألة الغيبة، ولكنهم أناس ادعوا السفارة، لا يوجد دليل على ذلك. من يستغرب من هذا الكلام عليه أن يبحث، فليأتي بدليل واحد فقط ينص على أن الإمام المهدي نصبهم. حتى مسألة التواقيع التي كانوا في بداية الأمر يظهرونها إلى الناس، لا يوجد أحد يستطيع أن يميز أن هذا التوقيع يعود إلى الإمام المهدي أو لا يعود، لأنه لا يوجد رجل قد رأى سابقا توقيع الإمام المهدي. وحتى هذا التوقيع الذي كانوا يظهرون في بعض الأحيان، فإنه في الفترة المبكرة من سفارتهم قالوا بأن الإمام المهدي يرفض أن يخرج التوقيع للناس مرة أخرى. طيب، هنالك دليل عقلي آخر. هل يعقل بأن المسلمون جميعا، الشيعة جميعا، مئات الآلاف من الشيعة، يعلمون بأمر السفراء والدولة العباسية، حكام الدولة العباسية غافلين عنهم، لا يعلمون؟ أي عقل يتقبل ذلك؟ لقد تقبلناها وضحكت علينا الأمم قرون طويلة ونحن نعتقد بهذا المعتقد، قرون طويلة ونحن نعتقد بأصحاب الصحاح الستة. طيب، أين الإسلام؟ الإسلام يا أمة الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وآله عن آخر الزمان: ذلك زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه. أي إسلام نتحدث عنه؟ لا يوجد إسلام، لا يوجد إسلام. ما نطلق عليه الآن التشيع لا يمت إلى أهل البيت بأي صلة. نسرق ونقتل ونزني ونفسد ونسفك الدماء ونحن نقول لبيك يا حسين، ونقول نحن شيعة علي بن أبي طالب. وهل من شيعة علي بن أبي طالب من يفعل هذه؟ نقيم المواكب الحسينية بأموال بالأساس هي حرام. نأخذ الرشا في تعاملاتنا الآن. الرشوة أصبحت أمر منتشر وظاهر وواضح جدا في كل تعاملاتنا، ومع ذلك نعتبرها هدية ونجمعها أحيانا ونقيم بها المواكب الحسينية. لاحظ كيف؟ هكذا تلاعبنا بالإسلام، هكذا تلاعبنا بالموروث الإسلامي. ونفس المسألة عند الجانب السني.
المسألة كبيرة جدا كبيرة جدا. بالأساس ذكرت هذا الكلام في هذه المحاضرة لكي تكون أذهاننا متهيئة لما سنطرحه في المحاضرات القادمة، لأنه لا تستطيع مباشرة أن تصدق ما سيأتيك. ورد في الروايات بأن الإمام سلام الله تعالى عليه يأتي بكتاب جديد يحيي معالم الشريعة، يعني بأن الشريعة ماتت. الشريعة ماتت. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر. الظهور هو الأمر الواضح الجلي، الفساد أصبح أمر واضح منتشر متسيد على جميع أرجاء المعمورة وفي كل تفاصيل الحياة. فلا بد أن تكون هنالك مقدمات لإعادة الموروث الإسلامي الحقيقي، لا بد أن تكون هنالك مقدمات لكي نتقبل برحابة صدر ما سيأتي به ذلك الرجل المصلح. علينا أن نتقبل بأن ديننا مخترق، تعاليمنا مخترقة، الروايات مخترقة، بل حتى التفاسير القرآن مخترقة، اخترقت تحت لحن وتسمية التأويل وغير ذلك. علينا أن نكون متهيئين تماما إذا أردنا النجاة حقيقة. علينا أن نتهيأ لفهم حقيقة الإسلام، روح الإسلام. هل يصح ما وردنا من روايات عن تخاذل أهل البيت سلام الله تعالى عليهم؟ هل يصح أن نتقبل ونحن شيعة أمير المؤمنين جبن وتخاذل علي بن أبي طالب وتستره خلف الزهراء وهي تفتح الباب وتحصر خلف الباب؟ هل نتقبل ذلك؟ أين شجاعة علي؟ أين سيف ذي الفقار الذي أنزل من السماء؟ أمور لا يقبلها عاقل. ولكن كل الدول المحيطة التي تأثرت بالإسلام تأثر سلبي استطاعت أن تغرس في أنفس المسلمين روح الحقد والبغضاء فيما بيننا. الآن عندما تقول أنا شيعي في رحاب الأوساط الأخرى ينظرون إليك نظرة الاحتقار والاستصغار. لماذا؟ هذا هو الدس، هذا هو التحريف، هذا هو الثأر الذي أخذته الدول الكبرى. إلى متى نبقى تضحك علينا الأمم؟ إن شاء الله نكمل في المحاضرات القادمة، وأعتذر لما بدر مني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد.